السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، كملوا الفيديو ده للاخر عشان في كل مقطع فيه تركة توفير. تمام، بصوا هنا بقى كان القهوة دي كانت يوم الجمعة. انا ما عملتلكوش روتين يوم الجمعة تاني عشان انا كنت نزلت فيديو يوم الجمعة. تمام. بعد فطرنا كده عملت فنجانين القهوة ليا ولزوجي كده علشان ينزلوا يصلوا على طول. تمام. كل حتة في الفيديو هقولك على ترك التوفير، فمن فضلك كملي الفيديو بتاعي للآخر وما تنسيش تحطيلي اللايك والاشتراك بتاعي. بصوا هنا انا بعت ابني ربنا يحفظه يا رب، جابلي عشان الفرن قدامنا بالظبط، انا ببص من البلكونه بشوفها، جابلي 30 رغيف. عايزه اقول لكم ان انا اصلا بطاقتي فرد واحد. طب ازاي يا ميشو بتجيبي 30 رغيف؟ انا سايبه البطاقه بتاعتي في الفرن، لان انا زي ما بقول لكم ببص من البلكونه بشوفها، وباخد العيش بتاعي يعني انزل اجيب 30 انزل اجيب 20، فاهمني؟ فانتي كمان لو تقدري ان انتي تعملي كده اعملي كده، ان انتي تجيبي عيش احسن من ان انتي تسيبيه وتاخدي يعني تاخدي فرق عيش بداله، وده مش هينفعك يعني. تركة التوفير اللي بعملها هنا ان انا باجي بقسم الرغيف نصين علشان الولاد ما يهدروش منه، وكمان بعد ما بقسمه انا بفتحه كده زي ما انتوا شايفين علشان لو يوم فكرت اعمل فيه حواوشي. ودي ليونة بنتي حبيبتي كانت نازلة تصلي مع باباها، فحبت بعد ما لبسها الطرحة كده تعمل لكم باي. لذيذ قوي بجد ان زوجك يعني ليان لسه صغنونه زي ما انتوا شايفين كده، فعادي ان باباها ياخدها معاه الجامع. فحلو قوي ان تعودي اولادك ينزلوا مع باباهم يوم الجمعه للجامع. بصوا كده بقى هنا كان غسلت الكوتشيات في الغسالة، فبوريكم بقى ان نظافتها بتبقى عاملة ازاي. بصراحة الغسالة بتنضفهم حلو قوي، بس انا عايزة اقول لكم برضو في نفس الوقت ان اللي انا بخاف على الغسالة، فما بحبش اعمل الحركة دي غير كل فين وفين. انا معرفش هم غلط على الغسالة او لا، فزي ما بقول لكم انا بخاف على الغسالة فما بعملش الحركة دي غير كل فين وفين. شايفين يا جماعة؟ من غير ما تتعبي نفسك، من غير دعك، من غير اي حاجة، الكوتشيات من الغسالة بتطلع ما شاء الله زي الفل. ده كده كان يوم الجمعة. تمام. اخدت بقى الكوتشيات نشرتها، وهنا بقى كان يوم السبت قبل ما اروح الشغل، ابتديت بقى الروتين اللي هو قبل ما اروح الشغل الصبح. بصوا كده انا خدت الغسيل نشرته، طبعا شلت الكوتشيات دي كانت خلاص نشفت. شايفين يا جماعة انا بلم الكوتشيات وهي الدنيا يعني مش نور قوي، انا نورت لكم نور الكشاف عشان يبان. لميت بقى كل الكوتشيات كده زي ما انتم ما شايفين، وهنشر بقى دلوقتي الهدوم كده. تمام. وهبتدي بقى ايه ان انا اشوف من برضو تركات التوفير التانية. لا هنا بقى بصوا، دي كانت انا مش عارفة المقطع التاني راح فين، بس عموما دي كده كانت مشترياتي بعد الشغل. هنا كده كانت صديقة ليا في الشغل عاملة كب كيك كده، او عاملة الكيك في الكوبايات ده، وبعتها الاتنين دول لولادي. بصي بقى كده انا الخيار ده انا وانا راجعه من الشغل كده عديت اشتريت الحاجات دي. البطاطس كنت جايباها ب15 جنيه، والخيار ب20 جنيه. المربى دي من التموين يا جماعه. انا دلوقتي بطاقه التموين زي ما قلتلكوا فرد واحد. انا عملت ايه بقى؟ انا دلوقتي ما بستخدمش زيت، تمام، لان عندي اير فراير الحمد لله، فما بستخدمش زيت التموين نهائي. كل فين وفين لو مثلا قليت بيه سمك مش عارفه ايه اللي هو بعيد عن الاير فراير. وجبت الزيت هالة دي لتر ونص، دي ب158 جنيه. قولوا لي سعرها حلو ولا لا؟ جيت بقى انا عملت ايه مع بتاع التموين هنا علشان اعرف اشيل لرمضان وللمصيف سكر، او مثلا يعني اكيد كيس واحد مش هيكفيني. قلت للراجل انا مش عايزه الزيت، واداني بداله 3 اكياس سكر. وروحي دايما في اواخر الشهر علشان تعرفي تجيبي الحاجه اللي بقولك عليها دي. هنا بقى كنت انا بعمل الاكل. بصوا انا عامله انا عملت كده باقل من نص كيلو كبده،
عملت طبق محترم اكلنا منه احنا الاربعة والله العظيم وفاض، وكان طعمها تحفة تحفة تحفة. القوانص انا قطعتها صغير قوي، لكن الكبدة سبتها زي ما هي لانها اصلا اتهرت معايا شوية يعني. بس عايزه اقول لكم كده، انا كنت بعمل الاكل ده وزوجي كان جه، ما كنتش عامله حسابي ان هو يجي بدري كده، فكنت مستعجله جدا. وعايزه اقول لكم كمان من تركات التوفير اللي انا بعملها ان انا باخد معايا اكل الشغل، يعني هو ده بيوفر لي وفي نفس الوقت انضف لي واحسن لي. فانتي كمان تقدري تعملي، لو انتي ست بتشتغلي تقدري تعملي كده لنفسك. ممكن تعملي لو لزوجك سندوتشات، برضو هيكون اوفر له من ان هو يصرف في الشارع وانضف. بتروحي نادي برضو تقدري ان انتي تعملي سندوتشات وتاخديها معاكي كده للولاد، ممكن فشار، ممكن ترمس، او حتى عارفين يعني يا جماعة صحة الولاد النفسية وصحتنا النفسية محتاجة تغيير. انتي ممكن تنزلي اي حديقة عامة تعملي لك مثلا في البيت شويه ترمس، تاخدي لك فشار، تعملي سندوتشات في البيت ايا كان. والله العظيم يا جماعه البطن متداريه، المهم ان نتبسط. انتي ممكن تاخدي سندوتشات بطاطس، ممكن تاخدي طعميه، عارفين ابسط حاجه. وروحي كده اي جنينه عامه، اعوزي كده خدي كوتشينه كده للولاد، ولا خدي لهم كوره وعوزي كده يلعبوا حواليكي، شوفي قد ايه هم هيبقوا مبسوطين. بصوا بقى، انا عملت دلوقتي عملت الرز زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت البطاطس بتاعتي كده، انا قطعت بطاطسايه مكعبات سلقتها علشان اخدها تاني يوم معايا وانا رايحه الشغل. تمام. والحله دي انا طلعت البصل المتفرز، حطيت كميه البصل اللي انا عايزاها كده، و هحط دلوقتي القوانص اللي انا مقطعاها، شايفين مقطعه عامله ازاي؟ قوانص عايزه اقول لكم يعني والله العظيم حرفيا كانت اقل من نص كيلو الكبد والقوانص مع بعض. شوحت القوانص كويس جدا عشان انا ما بقدرش اكل اي حاجه فيها زفاره. شوحت القوانص كويس جدا. وبصوا بقى التركيه اللي عملتها هنا، البطاطس يا جماعه لما بتتحط هنا، دي مكعبات بطاطس صغيره، البطاطس لما بتتحط في كذا اكله زي ما انتوا شايفين كده اهي. اول اكله عملتها معاكم ان الطاجن الكبد والقوانص بالبطاطس بالطريقه دي، والله العظيم البطاطس بتاخد من طعم الكبد والقوانص وبتبقى طعمها تحفه تحفه تحفه. هنا بعد ما شوحت البطاطس مع القوانص كويس، رحت جبتهم على جنب وابتديت ان انا اشوح في الكبده كده زي ما انتوا شايفين، لان البطاطس والقوانص بياخدوا طبعا وقت اكتر من الكبده. بس عايزه اقول لكم ان انا برضو نسيت الصينيه على النار وخرجت بره اتكلم مع زوجي، برضو الكبده اتهرت فيها بس مش كلها، لكن اتهرت، هتشوفوا لونها في الاخر. وعايزه اقول لكم برضو ان الطاجن ده انا بعد ما بعمله كده المفروض كنت باخده احطه في طاجن فخار وادخله الفرن، بيديله طعم تاني خالص، بس ما كانش عندي وقت. هنا حطيت توم مفروم وحطيت فلفل الوان زي ما انتم ما شايفين كده. الفلفل يعني اتهرى مني ما كانش باين، بس مدي طعم برضو حلو وكمان بيعزز القيمة الغذائية. حطيت بقى هنا كوباية مية عليها، وانا المفروض اقطع فيها طماطمايه مثلا ولا حاجه، ما كانش عندي. احط فيها مثلا معلقه صلصه، برضو ما كانش عندي. عقبال ما ابني جاب لي كنت انا خرجت اتكلم بره مع بابا زي ما بقول لكم ونسيتها على النار، فالكبده اتهرت شويه. المفروض وبرضو المفروض تركايه تانية، المفروض تعمليها في حله اكبر من دي علشان تشرب الصوص بتاعها حلو من غير ما الكبده ما تتهري. حطيت بقى هنا التوابل اللي انا بحبها، انتي اي توابل هتحطيها هتحبيها يعني، هتعمل لك الطعم اللي انتي عايزاه. انا بالنسبه لي يا جماعه انا ما بحب زي ما بقول لكم ريحه الزفاره، فبعمل ايه؟ بحط فيها كده. اولا انا غسلاها كويس جدا ومنضفاها كويس جدا، بس برضو يعني انا فظيعه في الحته دي. حطيت بقى كبيبه صيني، وحطيت قرنفل، وحطيت قرفه، وحطيت فلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر. بس الحاجات اللي هي القرنفل والكبيبه الصيني والفلفل والقرفه دي عشان ما شمش او ما احسش بطعم الزفاره نهائي، لان انتوا عارفين الكبد والقوانص والحاجات دي
بيبقوا فيها سنة زفارة، بس التوابل دي ما بتخليش فيها الهوا. وبجد يعني ولادي قالوا لي تحفة يا ماما تحفة. بصوا هنا بقى كنت خلاص ابني جاب لي صلصة كده، ورحت حطيت عليها معلقة صلصة. البطاطس يعني سبحان الله، يعني رغم ان الكبدة دابت كده في الصوص بتاعها، الا ان البطاطس كنت تحس ان انتي فعلا بتاكلي كبدة. يعني انا عايزة اقولك ان جوزي لما شافها قال ايه ده في ايه هي عملت منك كده ليه؟ قلت له بس طب دوق الطعم كده. لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لي اللايك بتاعي واشتركي في القناة، ويا رب اكون فدتكم باي حاجة ولو بمعلومة واحدة من الفيديو بتاعي. وحطي لي اللايك واشتراك. يلا شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الفيديو يعجبكم يا رب.